نظم اتحاد إعلام المرأة في مدينة كوباني ندوة حوارية في جامعة كوباني بمناسبة يوم الصحافة الكردية التي تصادف 22 من نيسان من كل عام، وذلك بحضور نخبة من الصحفيين وشخصيات سياسية وثقافية والطلبة من قسم الإعلام. بدأت الندوة بالوقوف دقيقة صمت استذكارا لأرواح الشهداء، تلتها كلمة باسم الإدارة الذاتية ألقتها روكن أحمد الإدارية في مدينة كوباني، وكلمة عائشة أفندي الرئيسة المشتركة للمبادرة السورية لحرية القائد عبد الله أوجلان في كوباني، بالإضافة إلى كلمة باسم اتحاد إعلام المرأة ألقتها ربيعة إيتو، وكلمة باسم اتحاد الإعلام الحر ألقاها الرئيس المشترك لاتحاد الإعلام الحر في كوباني محمد مصطفى. تمحورت الكلمات حول الدور الكبير الذي لعبته الصحافة الكردية في الثورات الكردية من خلال نقل الحقيقة وإيصال صوت المجتمع إلى العالم والرأي العام بمصداقية ومهنية. كما تضمنت الندوة عدة جلسات حوارية نوقشت فيها التحديات التي تواجه العمل الصحفي بشكل عام، خاصة الصحافة الكردية، مع التأكيد على أهمية تطويرها لتلعب دورا أكبر في المستقبل. يوم الصحافة الكردية طبعا اليوم 22 من نيسان، نبارك هذا اليوم على جميع العاملين في مجال الصحافة الكردية. طبعا هذا اليوم هو يوم مهم في تاريخ الصحافة الكردية، هنالك الكثير من الإنجازات، هنالك الكثير من التضحيات، هنالك الكثير من العمل الذي تم القيام به إلى أن وصلنا إلى هذا اليوم. الكثير من زملائنا الصحفيين قدموا أرواحهم شهداء في سبيل إيصال الصحافة الكردية إلى هذا المستوى. طبعا هو مستوى لا يقل أهمية أو ليس مستوى يمكن الاستهانة به. الصحافة الكردية خطت خطوات ملحوظة في السنوات الماضية على الرغم من القيود والعراقيل التي دائما كانت تعترض طريق الصحفيين والمؤسسات الصحفية الكردية. فمسألة الصحافة الكردية ليست منفصلة عن مسألة القضية الكردية التي دائما كانت تواجه عراقيل وحظر وقيود على جميع المستويات.